بداية الدوري هناك في الأحساء هدف في مرمى الهلال، هنا يسجل أيضا في هدف في مرمى الهلال، وهنا كرة حسن العتيبي، المحاولة جاءت والتسديدة كانت من محمد الخميس، محرز منها الهدف الأول في المباراة، وهدف هدف فريق نادي هجر. هذه عادة مرة أخرى متابعها أيضا حسن العتيبي، لم يستطع الإمساك بالكرة بالشكل السليم، وبالتالي إعادة الرمية الجانبية. حسن العتيبي لم يمسك الكرة بالشكل السليم، ومحمد الخميس ياخذها بشكل ممتاز ويسجل كرة في المرمى من عبد العزيز الدوسري. هو اللي استلم الكرة، مرر لمحمد الشلهوب لعزوز، عزوز سدد، والكرة على يسار حارس المرمى مصطفى ملايكة، والهدف الأول للهلال هدف التعادل يأتي على يسار حارس مرمى هجر مصطفى ملايكة. مجهود كبير يؤديه كان عبد العزيز الدوسري في خط المنتصف، هو ونواف العابد يشكلوا النجم الممتاز والكبير، ويشكل ايضا النجم المهم في هذا الدوري، في دوري زين السعودي المحترفين. نتابع كرة سلمان فرج، العرضية باليمنى، ويوسف يضع كرة في الزاوية العليا اليمنى لحارس المرمى مصطفى ملايكة، وهدف ثاني للهلال. ويوسف العربي وكأنه يرد على المشجع البسيط اللي يتواجد امام المشجع الهلالي الذي كان لا يريد ان يدخل احمد الفريدي ويخرج نواف العابد نتيجه لمهارات نواف ولمقدره نواف ولسرعه نواف، ولكن يوسف العربي عندما تاتي له الكره بالشكل السليم هذا ما حدث. ويو بيونغ سو ياتي بالتفاهم، صح في تفاهم، لكن شوفوا تحرك يوسف العربي خلف المدافع ايضا، والكره على يمين مصطفى ملايكة، والهدف الثالث للهلال. والثقه اللي كان عليها توماس دول مع يوسف العربي بإبقائه في المباراة بالرغم من عدم الرضا اللي كان على الجمهور الهلالي خلال استراحة ما بين الشوطين، وخلال ايضا بداية شوط المباراة الثاني. يوسف العربي ينجح